استثمروا تثمروا. دي حاجة حلوة قوي على فكرة، وفي ناس كتير بتتكلم على موضوع الاستثمار على اليوتيوب وعلى النت، ناس كتير محترمة وناس كتير بتفهم الناس. والاستثمار دلوقتي مش شرط ان انت يكون معاك الوفات وملايين، لا، في حاجات على النت دلوقتي وابلكيشنات على الموبايل ممكن تبتدي تستثمر من 100 جنيه. مش شرط ان انت تخش جمعية كل شهر ب1000 ولا ب2000 جنيه لمدة سنة ولا اتنين، عشان في الآخر تاخدها 12 13 ألف جنيه بعد سنة ولا اتنين، مش هيبقى ليهم قيمة. لكن انت لو حطيت ال1000 جنيه دي في مواضيع الاستثمار اللي موجودة على النت اليومين دول، والحاجات دي خد بالك مرخصة من هيئة الرقابة المالية، في حاجات كتير مرخصة من هيئة الرقابة المالية، يعني انت فلوسك في امان ودنيتك في امان. عشان ما حدش يخش يقول ده في حرامية على النت، في ناس شمال على النت كتير موجودين، بس انت في حاجات كتير موجودة على النت مرخصة من هيئة الرقابة المالية، يعني انت كده فلوسك في امان. فاستثمروا تثمروا. الموضوع مش صعب، هو الموضوع ان انت بس تخش على اليوتيوب، في ناس كتير بتتكلم على موضوع الاستثمار، في ابلكيشنات كتير محترمة زي ثاندر، ده موجود على الجوجل بلاي. الكلام فيه امان، والناس فيه ناس محترمة بتفهمك تمشي ازاي وتحط فلوسك ازاي وتستثمر فلوسك ازاي وتعمل فلوس منها ازاي. الكلام للكبار والصغيرين مش للصغيرين بس، كل ما بيكون سنك اصغر بتكون الفرصة قدامك اكبر. وانت ممكن تستثمر من 100 جنيه على فكرة، مش لازم تكون معاك فلوس كتير، مش لازم يكون عندك فلوس كتير وتبتدي بألوفات. محدش بيبدأ كبير، ناس كتير بدأت صغير وكبرت. خشوا على اليوتيوب وافهموا على موضوع الاستثمار، وعلى موضوع ازاي تعمل فلوس، وعلى موضوع ازاي توفر فلوس. في ناس كتير محترمة موجودة على اليوتيوب بتتكلم في الموضوع ده وبتفهمك الموضوع من الالف للياء. وبقول لك من على اليوتيوب ان انت الفيديو هيبقى في ايدك، هتعرف تفهمه كذا مره، ما فهمتوش مره هتفهمه مره اتنين وتلاته وعشرة لحد ما تفهم. الموضوع مش مستاهل فلوس كتير، مش مستاهل ان انت اللي يبقى تبقى ملياردير، عشان ما حدش يخش في تعليق ويقول لي يا عم انت راجل معاك فلوس وي وي وي. لا يا عم، انا بنصحك وبقول لك ان الموضوع بقى سهل، ان انت ممكن من بدايه 100 جنيه لو ابنك عودته يشيل 100 جنيه كل شهر في الموضوع ده اهو، الموضوع ده هيفرق معاه. لو هو مثلا دلوقتي عنده 16 17 سنه وعن كل شهر 100 جنيه وحطه في الموضوع ده، اتفرج اما يبقى مثلا عنده 20 25 سنه هيلاقي معاه مبلغ. انت كأب انت كأم، بدل ما تخش جمعيه ب 1000 ولا ب 2000 جنيه ولا ب 500 جنيه كل شهر عشان تاخدها اخر السنه 12000 جنيه، ولا بعد سنتين تاخدها 24000 جنيه، يبقى هم ما لهمش لازمه. لا، انا ممكن افهم على الموضوع الاستثمار ده اهو واخش فيه، وبال1000 جنيه دي اخش فيها، وبال1000 جنيه بدل ما اخدها 12000 جنيه لو استثمرتها وشغلتها. وفيها حلال وفيها حرام، خد بالك في الموضوع ده، عشان برضو والحلال متوضح والحرام متوضح، عشان ما حدش يخش يقول لي يا عم ده حرام ومش حرام. في حلال وفي حرام، وانت ودماغك. بس انا بقول لك ال1000 جنيه بدل ما تاخدها 12000 جنيه ممكن تاخدها 14 تاخدها 15، وانت وشطارتك. وافهم الموضوع موجود على اليوتيوب، الناس بتتكلم باحترام وبأدب، وزي ما بقول لك برضو في حرام وفي حلال، وانت ودماغك. استثمروا تثمروا. سلام عليكم.